السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه سوبر ليدي. يا مساء الفل على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض فكره غدا سهله جدا وسريعه وكمان اقتصاديه، مش مكلفه خالص، بربع كيلو من اللحمه. لان بصراحه الفيديوهات الاقتصاديه دي طلبت مني كتير جدا، فاحنا ان شاء الله الايام الجايه دي هحاول يعني كل فتره والتانيه كده اعمل لكم حاجه تكون بسيطه وفي نفس الوقت يعني شكلها وطعمها حلو جدا وهتعجب اطفالكم قوي. بالنسبة للمنيو اللي احنا هنعمله النهاردة، هنعمل مع بعض رز ابيض وكمان هنعمل طاجن مسقعة كده باللحمة المفرومة. هنعمله بربع كيلو بس من المفروم. هنبدأ بقى بسم الله. اول حاجة زي ما انتوا شفتوا كده انا قطعت البتنجان وبحط عليه رشة كده من الملح، هي تقريبا معلقة كبيرة. الموضوع ده حلو جدا، بيخلي البتنجان ينزل ميته وبالتالي ما بيشربش يعني زيت كتير. دلوقتي حطيت بقى الطاسه بتاعتي على النار وبحمر البطاطس. زي ما انتم شايفين كده البطاطس انا بقطعها صوابع. انت ممكن تقطعيها يعني مكعبات صغيره او دواير زي ما انت عايزه، دي حاجه يعني حسب الذوق، وفي النهايه يعني كله هيتاكل. وبالنسبه للبطاطس على فكره انا بسويها يعني تسويه عاديه خالص، كاني هاكلها على طول، يعني ما بسويهاش مثلا 3 ارباع سوا. وده شكل البتنجان بعد ما نزل بقى ميته زي ما انتم شايفين كده، بصوا نزل الميه بتاعته. الفايده بقى بتاعت الملح بتخلي البتنجان لو مر ينزل المراره بتاعته والميه دي، فلما بتيجي تقليه ما بيشربش زيت خالص، او حتى لو شرب يعني بيشرب حاجات بسيطه جدا. هنا معايا بقى في الطبق شويه كده من الفلفل الرومي الاحمر والاصفر. وعلى فكره فلفل رومي عادي خالص، يعني مش اللي هو الملون، لان بصراحه الملون يعني غالي جدا في السوق اليومين دول. انا الحاجه طالما غليت قوي بصراحه يعني ما بجيبهاش. وخدت فتره كبيره برضو ما كنتش بجيب البطاطس لما كانت ب10 جنيه، ما كنتش بحمرها خالص. اصل في بدايل، هنجيب الحاجه الغاليه ليه؟ يعني مثلا انت دلوقتي لو هتعملي اكل اللي هو الشعبي، مش لازم تجيبي بطاطس وهي ب10 جنيه، لا ممكن تجيبي حاجه تانية، ممكن تعملي عدس، ممكن تعملي مكرونه، يعني حاجات بتبقى اقل. عارفين المثل اللي هو ايه، اذا غلى عليا شيء تركته. لكن لما بترخص بقى بنشيص نفسنا بطاطس. لما بقت ب5 جنيه رحت جايبه 4 كيلو مره واحده ب20 جنيه. ودلوقتي قطعت بقى الفلفل كده صغير، مربعات صغيره، وغسلت برضو البتنجان وبقليه في الزيت. وبالنسبه للبتنجان يعني ما بقليهوش قوي، يعني تقريبا مثلا 90% سوا، بسيب له كده تكه بسيطه ياخدها بقى مع بقيه الخضار يعني في الفرن. علشان ايه، يبقى شخصيته كده في المسقعه باينه يعني وماسكه نفسها كده، ما تبقاش مهزوزه. لان انت لو سويتيه زياده عن اللزوم هيتهري ومش هيبقى باين، فاحنا لا عايزينه يبقى باين كده وحلو ومصحصح كده معانا في الاكله. اول بقى ما بتقلي البتنجان طبعا بتطلعيه على مناديل مطبخ او على مصفى، على اساس برضو ينزل الزيت الزياده اللي فيه. وهنا بقى معايا تقريبا يعني نص كيلو من البصل، انا هستخدم منه للمسقعه وكمان للحمه المفرومه، بقطعه كده زي ما انتم شايفين جوانح. طبعا بالنسبه للتقطيع انت ممكن تقطعيه برضو مربعات صغيره، هتنفع يعني كانك بتخرطيه عادي مثلا لمكرونه او اي خضار. بس بصراحه يعني الطريقه دي بجد حلوه قوي في الطاجن بتاع المسقعه. البصل بيبقى باين كده وليه طعم حلو ومسكر، لان انا كمان مش بسويه قوي. دلوقتي هنقلي بقى الفلفل بتاعنا بعد ما قلينا البتنجان وخلصناه. وعلى فكره بالنسبه لطاجن المسقعه بتاع النهارده انا عاملاه ببتنجانتين بس او 2 بتنجان، يعني مش عاملاه ببتنجان كتير. ودلوقتي هنقليه برضو الفلفل ده كده قليه كامله، بس مش هنخليه يسود، يعني هنخليه كده بلونه. وبحط شويه ملح صغيرين خالص على البصله وبفركها علشان يفكوا من بعض، علشان لما نيجي نقليه يبقى فاكك كده من بعضه. وحطيت برضو البصله بتاعتي على النار مع شويه زيت صغيرين خالص ودبلتها يا دوب بس كده دبلت. وبعد كده نزلت عليها تقريبا يعني 3 او 4 فصوص توم ومقطعاهم برضو بالسكينه كبير. لو انت حابه تدقيهم بالهون مع قرن فلفل حامي هينفع. لكن انا بقى الحقيقه ما رضيتش يعني اعملها حراقه علشان العيال الصغيره تعرف تاكل. واول بقى ما التوم ريحته بتطلع كده يعني ويدبل حاجه بسيطه خالص، بنروح على طول نازلين بقى بصلصه الطماطم، يعني تقريبا نص كيلو من الطماطم كده، وتغسليه وتقطعيه وتخلطيه في الخلاط. ودلوقتي بزودها برضو بشويه صغيرين خالص من الميه، وهنسيبها بقى تتسبك على النار كده لمده يعني 10 دقايق ربع ساعه.
هنحط عليها بقى رشه خفيفه خالص كده من الفلفل الاسمر. وبالنسبه للملح بقى هتراعي ان انت دعكتي البصل بملح، وكمان البتنجان كنت نقعاه في ملح، فهتحطي بقى شويه ملح صغيرين خالص وشويه كمان من البابريكا، شايفين كده حبه صغيرين خالص كده على حرف المعلقه. وحطيت لها كمان شويه صغيرين بقى من السكر علشان تعدل الحموضه بتاعه الطماطم وما تبقاش حادقه كده يعني، ويبقى طعمها مسكر وجميل. ده كده بقى الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين كده، انا كنت حاطاه في مصفى وفعلا نزل الزيت الزياده كله، وتحتيه طبعا طبق. دلوقتي جبت بقى الطاجن بتاعي اللي انا هركب فيه المسقعه وادخلها الفرن. لو ما عندكيش واحد زيه ممكن تعملي في صينيه ألمونيا هينفع. اول طبقه بحط من تحت كده البتنجان اللي هو المقلي، لانه يعني اكتر حاجه بقى كده هتستحمل النار علشان مش هيتهري. وبعدين انزل بقى بشويه صغيرين كده من اللحمه المتعصجه. واللحمه المتعصجه دي يا جماعه على فكره معصجاها بالطريقه العاديه خالص، ببصلتين كده على النار مع شويه زيت صغيرين او سمن صغيرين خالص. دلوقتي بحط طبقه بقى من البطاطس اللي هي المحمره. وبعدين هننزل بقى بشويه كده من صلصه الطماطم الجميله دي، عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. وعلى فكره نفس الصلصه دي انا ساعات بعملها للمكرونه بتبقى حلوه قوي، بس مع اختلاف بسيط ان انا بقطع البصل صغير. وبنرج بقى الطاجن يعني علشان الصلصه كده تنزل لتحت. وبعدين بنحط برضو الفلفل المقلي الجميل، الالوان بصراحه حلوه قوي. وكل ما الاكله بتاعتك الالوان اللي فيها يعني زادت كتير، تعرفي انها القيمه الغذائيه بتاعتها يعني بتعلى. دلوقتي هنحط برضو شويه كده من اللحمه المفرومه بقى على الوش بعد ما حطينا الطبقات بتاعه الخضار، وشويه كمان من صلصه الطماطم، يعني كانك كده بتركبيها ايه رقات فوق بعض. احسن ما تعمليها في حله وتقلبيها بتبقى كانها بقى ايه يعني صيصه كده مع بعضيها، لكن كده بصراحه يعني بتبقى باينه كده وحلوه. وكمان على فكره بيبقى طعمها حلو جدا. بالمعلقه بقى كده واحاول انزل بقى صلصه الطماطم لتحت علشان تنزل لطبقات الخضار اللي تحت. وهحط شويه اللحمه المفرومه على الوش اخر حاجه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللحمه المفرومه يعني حطيتها كده في كذا راق، فما شاء الله ربع كيلو يعني ربنا يبارك فيه. اهم حاجه ان انت تسمي طبعا بسم الله في الاول وفي الاخر قبل ما تبداي في اي حاجه، علشان ربنا يعني يبارك لك فيها. زي ما انتم شايفين كده انا بخلط بقى صلصه الطماطم مع اللحمه اللي هي المتعصجه، على اساس برضو ما تبقاش كده باينه يعني غامقه كده في الوش بتاع الطاجن او في الطاجن يعني من فوق، تبقى صلصه الطماطم كده هي اللي طاغيه. وبعد كده خليت بقى شويه خضار صغيرين كده، قلت بقى ازين بيهم الطاجن بتاعنا من فوق كده ونشهيصه كده وندلعه، علشان العين طبعا بتاكل قبل البق، وكمان علشان الاطفال الصغيرين كده يتشجعوا بقى وياكلوا الاكلات بتاعتنا اللي هي الشعبيه الجميله دي. ودلوقتي يلا بقى يا اموره على الفرن على طول. هنحط في الفرن على الصاج من تحت لمده بس 5 دقايق مش اكتر من كده، لان كل حاجه تقريبا يعني مستويه، يا دوب بس يسخن كده ويتكتك. دلوقتي بعمل بقى شويه كده من الرز الابيض، بشوحهم بقى مع معلقه كده من السمنه، وممكن برضو تستخدمي زيت. ومش هنحط ميه خالص غير لما نحس ان الرز يعني نشف خالص من ميته بقى بيشخلل كده في الحله، علشان يطلع بقى مفلفل كده وجميل. وعلى فكره بالنسبه للمسقعه مش شرط خالص يعني ان انت تعملي جنبها رز ابيض، ممكن تعملي جنبها كمان مكرونه بصلصه او مكرونه محمره هتنفع. وممكن برضو تتاكل بالعيش كده جنب شويه مخلل برضو هتبقى حلوه قوي. حطيت بقى للرز بتاعي شويه كده من الفلفل الاسمر وشويه كمان من الملح. بالنسبه للناس اللي ما بتحبش الفلفل الاسمر على الرز الابيض بقول لكم والله انتوا غلطانين، لان بجد طعمه بيبقى حلو قوي بالفلفل الاسمر. وبعد كده بقى هنشربه كده شويه ميه من الحنفيه، وهتظبطي بقى الميه بتاعته. لو عندك شوربه اوكي ممكن تحطي هتنفع، لكن لو ما عندكيش واشتغلتي برضو بالميه برضو هتبقى جميله يعني مش هتبقى وحشه. وهنغطي عليه بقى على نار عاليه، وبعد كده اول ما نحس ان هو اتشرب شويه هنهدي عليه النار لغايه بقى ما يستوي، وبعد كده نغرفه. وده بقى الشكل النهائي للمسقعه بقى الطاجن الجبار الرهيب اللي احنا عملناه النهارده. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله شكله مشهي جدا. عملناه بامكانيات بسيطه جدا، يعني ما تقوليش ان انت معكيش فلوس، لا لو اقل الامكانيات هتشتغلي وهتعملي برضو غدا حلو لاولادك. والرز بقى المفلفل الجميل، وشويه كمان كده من المخلل، لو مش حابه يعني مخلل ممكن تعملي جنبهم سلطه. وكان عندي كمان باقي كده من القرنبيط برضو حطيته، يعني اي حاجه برضو عندك في التلاجة مركونه طلعيها واستخدميها، ما تخليش حاجه تبوظ عندك في التلاجة.
علشان ربنا كده يبارك لنا بقى في النعمة. شايفين بقى الطاجن كده من كتر جماله كده بيترقص. بالهنا والشفا ليكم كلكم يا حبايب قلبي. لو عجبكم بقى الفيديو النهارده قولوا لي برده في التعليقات تحت، وانا ان شاء الله على قد ما اقدر يعني الايام الجايه هعمل لكم فيديوهات تكون توفير وغدا يعني وبرده ممكن نعمل برده وجبات عشاء تكون سريعه كده ومش مكلفه. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو يا ريت بقى ما تنسوناش كده في لايكات كتير علشان تشجعوني، وكمان تشتركوا في قناتي قناه سوبر ليدي ام عبد الله على اليوتيوب وتفعلوا الجرس علشان ان شاء الله يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم في الله، ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي في الدعاء. دلعنا الطاجن النهارده على الاخر. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.